المشاهدون الأكارم، مسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. سكرتير الجبهة الشعبية يعقد سيمينارا لعضوات المجلس المركزي للمرأة. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رجال يعود إلى البلاد. دعوة لحفظ جيد المنتجات الزراعية في علبرعد. رئيس وزراء اليابان يطالب روحاني بالالتزام بالاتفاق النووي. مجلس العموم يصوت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والبنتاغون يعمل في استئناف الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد في 20 من ديسمبر الجاري بالعاصمة أسمرة سيمينارا لعضوات المجلس المركزي للاتحاد الوطني للمرأة حول الأوضاع الراهنة وبرامج 2020. وذكر السيد الأمين بأن إريتريا وضعت منذ عام 2017 4 جبهات تنمية، 3 منها محلية وواحدة خارجية، وتتمثل البرامج الممنوحة الأولوية للتنفيذ، وسيتم توسعتها منذ العام 2020 على شق الطرق وتأمين خدمات مياه الشرب الصالحة والكهرباء وبناء العقارات. وذكر سيادته بأن السدود ذات الأحجام المختلفة المشيدة في مختلف مناطق البلاد ابتداء من العام 1994 ظلت تسهم كثيرا في تأمين المياه. وأوضح مستشهدا بأدلة استمرارية أعمال البنى التحتية وتخزين المياه مستقبلا. وأشار السيد الأمين إلى أن إنجاح الرؤية الوطنية وتأمين مستقبل الأجيال المتعاقبة وتنشئة قيم الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة وازدهارها تعد من الأعمال الرئيسية، موضحا وضع برامج واسعة في هذا الجانب في العام 2020 إضافة إلى تنظيم ندوات في الهوية الوطنية. عاد مساء اليوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المشارك في بطولة دول شرق ووسط إفريقيا كأس سيكافا للاتحاد 2019 الذي احتل المركز الثاني متوجا بالميدالية الفضية. وقلد مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التقلي أثناء استقباله للبعثة في مطار أسمرة الدولي أكاليل الزهور لأعضاء البعثة. وقد تغلب المنتخب الأوغندي المستضيف على المنتخب الوطني في المباراة النهائية التي أقيمت في 19 من ديسمبر الجاري ب3 أهداف نظيفة. وفاز المنتخب الإريتري في دور المجموعات على نظيره البورندي بهدف لا شيء، فيما فاز على جيبوتي ب3 أهداف نظيفة، وتعادل مع المنتخب الصومالي دون أهداف. وفي نصف النهائي تغلب على نظيره الكيني بطل النسخة الماضية ب4 أهداف لهدف، ليخسر المباراة الأخيرة أمام المستضيف المنتخب اليوغندي. ويعد هذا الإنجاز الأول للمنتخب الوطني في بطولة سيكافا منذ 28 عاما. في غضون ذلك عاد المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئات المشارك في بطولة مماثلة للبلاد في 19 من ديسمبر الجاري. دعا حاكم اقليم عنسبة السيد علي محمود لدى لقائه ممثلي سكان مديرية علبرعد دعا المزارعين لتوخي الحيطة للعناية بالمنتجات الزراعية وتخزينها، وأشار إلى التوقعات لحصاد محصول وفير لغزارة الأمطار هذه السنة، وحث لاستغلال المحصول الزراعي جيدا. وناشد للعناية بأسر الشهداء وأبناء الشهداء والمسنين والمعاقين، مؤكدا بأن الأراضي ملك للحكومة ليستفيد منها الشعب، لذلك يتوجب إدارتها بالقانون والوسائل المركزية لتسخيرها لمصلحة الشعب، على أن يتم حل قضايا الأرض باللجان والوسيلة الأخوية. وذكر العمل الجاري لإكمال الخريطة السكنية لبلدة إيدن، موضحا بأن المباني المشيدة دون خريطة وخطة سكنية تعيق التطور.
من جانبه دعا مدير مديرية إعلام برعيد السيد محمد حامد عشكراية الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه وشق وصيانة الطرق بالنفيرة، وطالب الاجتماع للإسراع بالمباني قيد التشييد ومنح الأولوية لأراضي الملكية الخاصة والاهتمام لبناء أفضل لطريق إلى برعيد دبر سيناء وبلوى إيرا وإدخال التيار الكهربائي في القرى التي يمر عبرها خط الأسلاك الكهربائية. نظمت وزارة الثروة البحرية بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في إريتريا دورة تدريبية تطبيقية ل71 من أعضائها حول الزراعة البحرية وإدارتها الفنية. وتضمنت الدورة التدريبية التي أشرف عليها خبراء صينيون لمدة 21 يوما تجربة الصين لصيد وتصنيع الأسماك وأجهزة التبريد والحفاظ وجودة الأسماك وصحتها والأعمال البحثية ومحتوى الأسماك الغذائي. وأوضح المدير العام لقسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في وزارة الثروة البحرية السيد يوحنس تخلى مريم في اختتام الدورة التدريبية في 19 من ديسمبر الجاري، أوضح الجهود الجارية لتطوير القدرات البشرية لاستغلال موارد البلاد لمصلحة الشعب والوطن. من جانبه أشاد مدير مركز أبحاث الأسماك الصيني الدكتور زينغي شياغون الذي أحضر المحاضرون في الدورة التدريبية باهتمام المشاركين، وقال إن الاستثمار الجاري لتنمية القدرات البشرية سيمكن إريتريا قريبا من تحقيق التطور لصناعة الأسماك. وأوضح سفير الصين في إريتريا سيد يانغ زيغانغ أن إريتريا تحتاج في مرحلة السلام والازدهار الحالية قوة عمل كفؤة وفاعلة ومعرفة حديثة. وأكد عمل الحكومة الصينية مع الحكومة الإريترية في هذا المجال. وذكر وزير الثروة البحرية سيد تولدي قالاتي أهمية التدريب لتنفيذ برامج الوزارة داعيا المشاركين فيه لتطبيق المعرفة المكتسبة ونقلها لزملائهم في العمل. وقدمت الحكومة الصينية في المناسبة معدات لوزارة الثروة البحرية تساعد في الأعمال البحثية. ذكر مسؤول فرع الخطط ومتابعة الأمراض الوبائية في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة سيد سقاي تخسم بأن حملة التطعيم ضد مرض السحائي وتوزيع فيتامين ألف تسير جيدا. وأوضح السيد سقاي بأنه تجري أعمالا جادة للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية التي يمكن مكافحتها بالتطعيم عبر المساهمة الجماهيرية الواعية وجهود المهنيين الكبيرة. وأن الإنجاز المحقق في القضاء على الحصبة والتيتانوس والشلل خير دليل على تلك الجهود، مشيدا بالتنسيق الجيد للشركاء في حملة التطعيم ضد مرض السحائي. من جهته قال مسؤول المكتب في مديرية حقات الممرض قبر مسقال قبر هيوت أن حملة التطعيم التي بدأت في 9 من ديسمبر بمنطقة باغو تسير وفق الجدول الموضوع بفضل الاستعدادات المسبقة. وأفاد مراسل إيرينا بأن الحملة تجري في 113 نقاط تطعيم دائمة و13 مؤقتة. وتنص الخطة الموضوعة في مديرية حقات عن تطعيم أكثر من 45 ألف مواطن ضد مرض السحائي وتوزيع فيتامين ألف لأكثر من 9000 طفل. يقوم سكان مديرية بارونتو بنفير 3 أيام في الأسبوع لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد والديسوس تكي أن السكان يعملون لحماية التربة وحفظ المياه إدراكا لأهميتها لرفع الإنتاج والإنتاجية، وكذلك استقرار التربة وتنمية المياه الجوفية. وأكد المواطنون أن حماية التربة وحفظ المياه وسيلة مجربة للتنمية، منادين الاهتمام بنقص أدوات العمل أثناء النفير. مشاهدينا الأكارم فاصل ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرئيس الإيراني حسن روحاني بالالتزام بتعهدات بلاده بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيرا إلى أن اليابان ستبذل ما في وسعها لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. وجاءت تصريحات رئيس وزراء اليابان في مستهل الاجتماع مع روحاني في طوكيو وفق ما ذكرت وكالة رويترز. ووقعت الولايات المتحدة والدول الأخرى في 2015 على الاتفاق النووي الذي يلزم إيران بتقييد قدرات تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في العام الماضي، وأعاد فرض عقوبات على طهران بهدف الضغط على اقتصادها عن طريق وقف مبيعاتها من النفط الخام.
وكانت اليابان مستوردا رئيسيا للنفط الإيراني على مدى عوام قبل العقوبات. أيد مجلس العموم في بريطانيا خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الخاصة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بريكسيت بحلول نهاية يناير 2020. وصوت أعضاء المجلس بغالبية 358 صوتا مقابل 234 صوتا لصالح الخطة التي ستخضع لمزيد من التدقيق في البرلمان. وتحظر الخطة أي تمديد للفترة الانتقالية التي تكون خلالها بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، لكن ملتزمة بالكثير من قواعده لما بعد عام 2020. ويصر جونسون على إمكانية عقد صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الفترة الانتقالية، لكن منتقدين يقولون إن هذا الجدول الزمني غير واقعي. وكان من المتوقع تمرير الخطة بسهولة بعد ما عزز حزب المحافظين أغلبيته في مجلس العموم في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي. قال مارك أسبر وزير الدفاع الأمريكي أن الأمل ما زال يحده في أن تتمكن الولايات المتحدة من استئناف الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. يأتي ذلك مع استمرار العد التنازلي لمهلة حددتها بيونغ يانغ بحلول نهاية العام لتقديم تنازلات جديدة في المحادثات الخاصة بترسانتها النووية. وقال أسبر: ما زلت آمل أن بمقدورنا استئناف العملية مجددا وأن تظل على المسار الدبلوماسي. لكن أسبر أشار إلى أنه مع دعم المسار الدبلوماسي فإنه يؤكد على أننا على أعلى درجة من الاستعداد ومستعدون للقتال وتحقيق النصر الليلة إذا لزم الأمر، وأنا واثق من ذلك. قالت شركة بوينغ أنها أطلقت كبسولة جديدة صوب المحطة الفضائية الدولية، لكنها لم تصل بعد إلى المدار المستهدف بلوغه. وكشفت متحدثة باسم بوينغ أن الكبسولة ستارلاينر لن تصل إلى المدار المطلوب بعد ما جرى إطلاقها في وقت سابق من كيب كانافيرال في فلوريدا. من جهتها ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن المركبة الفضائية في وضع مستقر حاليا ولكن ليس في مدارها المخطط. وقالت ناسا وبوينغ أنهما تتابعان الأمر ويدرسان الخيارات المتاحة. وانطلقت ستارلاينر صوب المحطة الفضائية الدولية في أول رحلة تجريبية لها في اختبار تمهيدي حاسم لرحلتها الافتتاحية للمحطة وعلى متنها رواد فضاء. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.